عملة رمضان أرخص وأنت لوحدك ولا مع شركة سياحة؟ الحقيقة كل حاجة فيهم ليها إيجابيات وليها سلبيات. بصوا تعالوا نفصص البنود بند بند. أول حاجة تذاكر الطيران. الطيران مع شركات السياحة عادة بياخد تخفيض من شركات الطيران، تبقى تكلفتها ضمن البرنامج، ولو أنت مسافر لوحدك ممكن تختار طيران اقتصادي، وكمان مواعيد معينة تقدر توفر بيها فلوس، زي مثلا إنك تبعد عن الويك إند، وكمان تقدر تغير مكان العودة مثلا، يبقى مطار المدينة بدل جدة أو العكس، وده على حسب مين فيهم أرخص. طيب والتأشيرة؟ هنا بقى في كذا أوبشن. مع شركة السياحة بتاخد تأشيرة عمرة بس، طبعا الشركة هي اللي بتخلص لك الإجراءات. أنت بقى لو لوحدك ليك كذا تأشيرة دخول للسعودية، زي مثلا تأشيرة العمرة العادية، ودي بتقدم عليها وبتدفع فلوسها لوحدك بالكريدت كارد من على موقع نسك. وعندنا تأشيرة الترانزيت، ودي بتاخدها لو أنت مسافر على شركات طيران سعودية، وتخليك تقعد لحد 96 ساعة وتقدر تعمل عمرة، بس خلي بالك لازم تكون خلال وجهة ثالثة، يعني السعودية هنا ترانزيت. وفي تأشيرة سياحة إلكترونية فورية بتطلع لك لو أنت بقى معاك شنجن أو فيزا أمريكا أو إنجلترا، بس لازم تكون استخدمتها قبل كده، والفيزا دي بتطلع لك في المطار وأنت في السعودية. نيجي بقى للإقامة. هنا برضو كل شركة سياحة بتختار فندق مناسب ليهم كشركة وكعروض، وأنت بقى بتدفع الباكج على بعضها بتاعت الشركة. إنما لما تكون لوحدك هنا تقدر تختار المكان اللي يناسبك والسعر اللي يناسبك. أنت بقى تفضل تطلع مع شركة ولا تخوض التجربة لوحدك؟